هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هشارك معاكم روتين اليوم الجمعة. بعمل ايه في يوم الجمعة؟ ازاي بستغل يوم الجمعة من اوله لاخره عشان اشحن طاقتي للاسبوع الجديد. ومش بس كده، انا كمان هقولكم على افكار لنشاطات تقدروا تعملوها في يوم الجمعة عشان تخلوه يوم مختلف وممتع عن باقي ايام الاسبوع. ولكن قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجه عملتها، لا انا صحيت بدري، يعني انا بحب ان انا يوم الجمعه اصحى بدري. صحيت اليوم ده في حوالي كده الساعه 9. عملت لنفسي الفطار الحلو ده. عملت هنا سلقت بيضه وقسمتها بالنص كده، حطيت عليها التوابل، وهنا جبنه فته بس هي بتعمل جبنه رومي وفلفل ومخلل، وهاكلهم مع العيش. طبعا تقدروا تعملوا افطار انتوا عايزينه، بس انا بحب ان انا يعني ايه، ادلع نفسي كده شويه يوم الجمعه واعمل حاجه انا بحبها، والفطار ده انا بحبه. ممكن تفطروا مع عيلتكم لو حابين، بس حاولوا في كلا الحالتين ان الفطار يكون صحي ويكون فيه كل العناصر الغذائية عشان تستفادوا وعشان ما يضركمش. ولو حابين ان انا اعمل لكم فيديو اقول لكم فيه على افكار فطار، اكتبولي في الكومنتس وانا ان شاء الله هعمله لكم، لان انا عندي افكار فطار كتيرة قوي. فهعمل لكم فيديو حلو قوي لو انتوا طلبتوه مني. لو عايزين اكتبولي في الكومنتس وانا هعمله لكم. بعد الفطار بقى جه وقت شاور يوم الجمعة. لازم تستحموا كده قبل الصلاة وتروقوا على نفسكم يوم الجمعة وتاخدوا شاور حلو. انا طلعت البيجامة دي حلوة قوي بجد، من اكتر البيجامات اللي انا بحبها، فقلت خلاص هي دي هتبقى مناسبة ليوم الجمعة. واستخدموا بقى اي برودكت عندكم، دلعوا نفسكم. هنا ده الغسول ده من استرفل، يعني ظهر معايا فيديوهات كتيرة قوي. وجبت المرطب ده من فالدو، حلو قوي يا جماعة للبشرة وللايدين، حلو قوي وحجمه حلو، بيرطب كمان حلو قوي. عندنا هنا الفازلين. حطوا اي برودكت عندكم، يعني كتروا دلعوا نفسكم على قد ما تقدروا، عشان ده يوم الجمعة بقى، يوم الراحة، اليوم الفري بتاعنا، كأنه عيد بالظبط. حطوا كل الحاجات اللي عندكم. هنا الفرشة ومعجون السنان، وكمان هو دي بقى البرودكت دي. كمان لو عندك بادي لوشن حطي، عندك بادي اويل حطي، بادي سبلاش، كل الحاجات اللي عندك استخدميها. وعلى فكرة لو مش عندك اي حاجة من الحاجات دي مش مشكلة، انتي خلاص خدتي شاور وبقى ريحتك حلوة ولبستي حاجة نظيفة، فكده انتي تمام. مش لازم يعني تستخدمي برودكت لو مش عندك. استخدمي الحاجات اللي عندك المتوفرة معاكي، ما تصعبيهاش على نفسك. بعد كده جه وقت الصلاة. انا صليت في اللي هي الظهر في البيت، يعني ما صليتش الجمعة في المسجد، صليته ظهر في البيت. هنا زي ما انتم شايفين المصلاية، وهنا سورة الكهف. لازم تقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة. في ناس بتقرأها يوم الخميس بس أنا بقرأها يوم الجمعة. وهنا السبحة برضو عشان نذكر ربنا كده شوية بعد الصلاة. وسورة الكهف وهنا مهمة جدا لازم تقرأوها يوم الجمعة. وطبعا مش محتاجة أقول لكم إنكم لازم تصلوا كل الصلوات في ميعادها، سواء بقى في يوم الجمعة أو في بقية الأيام. على فكرة كل الحاجات دي، انكم تصلوا وانكم تقرأوا سورة الكهف، مش بياخد منكم اكتر من نص ساعة، وبتحسوا كده بعديها براحة نفسية كده وهدوء وبسكينة. ولو انتم يعني مش قريبين من ربنا قوي وعايزين ترجعوا تاني لربنا، انا عملت لكم فيديو قبل الفيديو ده على طول. الفيديو يعني قبل ده اسمه ازاي نرجع لربنا، هتلاقوه في القناة، وممكن احط لكم الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت لو عايزين تتفرجوا عليه. في معلومات كتيرة قوي وهيفيدكم حقيقي انكم ترجعوا لربنا تاني. لو انتوا بتحبوا انكم تصلوا الجمعة في المسجد ده طبعا بيكون افضل. لكن لو انتوا مش هينفع تصلوا مثلا او مش عايزين تخرجوا اليوم ده، صلوها في البيت عادي، مفيش اي مشكلة. ممكن تصليها مع اختك او مع مامتك، برضو بتبقى جماعة بتاخدي ثواب. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي انا بحب اعملها يوم الجمعة، اللي انا اشغل سورة البقرة في البيت. سورة البقرة في البيت مهمة جدا يا جماعة، بتشيل العين والحسد والسحر وبتحصن البيت كده، وبتجلب البركة والرزق للبيت. فعشان كده لازم تشغلوا سورة البقرة. يعني هي مش ما هي بتاخد تقريبا ساعتين ونص او حاجة زي كده، وبتبقى جميلة جدا وبتدي كده هدوء وسكينة للبيت، والبيت ده مبقاش فيه مشاكل. صدقوني لو داومتوا انكم تشغلوها كل يوم جمعة مش هتقدروا ما تشغلوهاش. بتبقى حلوة قوي قوي في البيت، وهتلاحظوا فرق. لو مثلا لو في البيت مشاكل او كده، بعد كده الدنيا بتهدى تماما ويبقى البيت كله هدوء كده وسكينة. فشغلوها وادعولي. طبعا شغلوها بصوت اي قارئ انتوا بتحبوه. ممكن تشغلوها هنا على الشاشة زي ما انا مشغلاها كده على اليوتيوب، او مثلا تشغلوها على الموبايل او على سماعة او على اي حاجة. المهم انكم تشغلوها وخلاص. برضو من الحاجات الجميلة قوي اللي الناس تقدر تعملها يوم الجمعة هي البخور. يعني احنا بنحب البخور جدا. البخور ده يعني كان في حد صاحب بابا جايبه لنا من عمان، اسمه ياقوت تقريبا، بس هو العلبة متبهدلة شوية لان هو بقاله فترة. وهوريهولكم كده من جوه. ده شكله، انا مش بفهم صراحة في البخور اصلا ومش بعرف اولعه، فيعني انا هوريكم بس شكل العلبة.
وبابا هو اللي بيتولى بقى بمهمة التبخير وكده، بس ريحته حقيقي تحفة قوي، وبيدي للبيت كده ريحة حلوة، بيحسسكم بقى بالاجواء بتاعت يوم الجمعة. واصلا لو انتوا اتعودتوا انكم تولعوا بخور يوم الجمعة مش هتقدروا ما تولعوهوش بعد كده، تلاقيكم تلقائي كده بتولعوا. بعد كده اتغدينا، وكان الفيلم اللي هو عسل اسود كان شغال على قناة الحياة، فقعدنا بقى نتفرج عليه. بحب الفيلم ده قوي. انتوا تقدروا تتفرجوا على اي افلام بقى مع عيلتكم، بس حاولوا انكم تقضوا وقت حلو يوم الجمعة مع عيلتكم. مثلا لو مش عايزين تتفرجوا على فيلم او على مسلسل، تقدروا مثلا تلعبوا لعبة مع بعض. المهم انكم تقضوا وقت حلو مع بعض وتعملوا ذكريات جميلة عشان تستمتعوا. يعني ما تخلوا يوم الجمعة فري، ما تخلوهوش شغل، خلوا بقدر المستطاع تستمتعوا. ودلوقتي جوات اكتر فقرة انا بحبها في يوم الجمعة، وهي فقرة الخروج. انا بحب ان انا كل يوم جمعة اخرج اشتري حاجة، اتفسح، امشي كده في الهوا. وبعدين احنا عندنا كورنيش، مثلا امشي على كورنيش. اللي هو بحب ان انا اخرج يوم الجمعة، فانا طلعت الدريس ده وخدت الطرحة دي والبودي سبلاش، وفي اكسسوارز تانية هبقى اوريها لكم، واوريكم كمان الشوز اللي انا هلبسه معاها. الطرحة انا اخترتها يعني هي كانت اقل لون في الدريس، شكلهم حلو قوي على بعض. ممكن ابقى اوريه لكم يعني لو عايزين. والبودي سبلاش ده ريحته حلوه، كنت عامله لكم عنه ريفيو قبل كده في فيديو شورتس، هتلاقوه على القناه. رخيص جدا. ودي الشوز اللي انا هلبسها مع الفستان. بعد ما رجعت من بره كان عندي حاجات كتيرة قوي متراكمة في المذاكرة، فبدأت كده قلت النهاردة اخد حاجات والسبت اخد حاجات، واحنا لحد اساسا عندنا اجازة عشان 6 اكتوبر وكده، كل سنة وانتم طيبين. فقلت هقسمهم على ال3 ايام دول. قلت هبدأ النهاردة كده بكم امتحان بسيط احلهم. هنا الامتحانات دي كانت في الساينس، قعدت احلهم كده برضو. يعني انتوا ما تزنقوش كل المذاكرة في يوم واحد، قسموهم عشان ما تتعبوش. وانا كنت عملت لكم فيديو قبل كده ازاي تذاكروا صح، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وهتلاقوه في القناة. في نصايح كتيرة مفيدة جدا ليكم، وهتساعدكم في المذاكرة بطريقة صحيحة. المهم يعني انتوا يوم الجمعة حاولوا تمسكوا وتشحنوا طاقتكم، لكن مش معنى ان احنا نشحن طاقتنا واللي احنا ان يبقى يوم فري بس. لا، احنا برضو هنعمل حاجات مفيدة، هنذاكر فيه شوية عشان ما يبقاش ضيعنا اليوم كله من غير ما نعمل اي حاجة. يعني ممكن تراجعوا فيه حاجات بسيطة او تحلوا امتحانات زي ما انا بعمل فيه. يعني انا براجع على حاجات بسيطة او بحل امتحانات عشان ابقى استفدت برضو من اليوم وما ضيعتوش. بصوا هنا بقى، قبل ما انام عملت لنفسي العشاء الحلو ده. عملت السلطة دي، حطيت فيها طماطم وخيار وفلفل، وهنا من فوق قطعت كده زيتون، وهاكلها بقى بالمعلقة. اتعشوا اي حاجة خفيفة، بس انا بحب قوي السلطة في العشاء. وبس كده، ده كان روتيني يوم الجمعة. اتمنى يكون عجبكم، وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واكتبولي في الكومنتس انتوا بتعملوا ايه في يوم الجمعة، واستنوني في فيديو جديد. باي.